والآن تقام الصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ هاني سعد محمود محمد، أحد أئمة الجامع الأزهر الشريف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة واستووا يرحمكم الله. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم واخشعوا في صلاتكم. إذا أقيمت الصلاة فلا سلام ولا كلام. استووا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اجعلنا جميعا أسباب هداية ولا تجعلنا أسباب غواية، واجعلنا للمتقين إماما. اخشعوا في صلاتكم وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، عساه أن يتقبل منكم، عساه. القراءة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون.
فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء اللهم بلغ سيدنا محمدا منا السلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت
تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واصلح اللهم فساد قلوبنا، واجعلنا من عبيدك السعداء، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم العفو يا الله. يا قاضي الحاجات ويا ميسر الخيرات والمرادات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا كاشف الكربات، ويا ولي الحسنات، ويا رفيع الدرجات، يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات، وحاجاتنا عليك، وحاجاتنا عليك، وهذا وقت الحاجات. نجنا من جميع الآفات، وارفعنا أعلى الدرجات، وبلغنا أقصى الغايات، وبلغنا أقصى الغايات في جميع الخيرات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. تقبل منا يا مولانا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، ومن المقبولين الفائزين. اللهم احفظ مصر وشعبها،
احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وأزهرها، احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نسألك راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وحسن المآل. يا محول الحول والأحوال، حول حال مصر وجميع المسلمين إلى أحسن حال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد إخوة الإيمان نقلنا لكم شعائر صلاة فجر اليوم 27 من شهر رمضان المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وابتهل إلى الله المبتهل الشيخ حسن